في نقطة لازم أفهمها لكل بنت. لو شخص بيحبك وقعدتوا فترة كبيرة مخطوبين وجي على الأقل غلطة وسابك، يبقى الشخص ده ما بيحبكيش. الشخص ده مش مايل ليكي. هو كفترة حب وشهوة وفرزات وحاجات كده، خلصت الموضوع معاه. لكن لو هو بيحبك وعايز يكمل معاكي حياتك حرفيا، هيسامحك في كل حاجة. غير كده وكده لما يجي هو يزعلك ويسيبك ويبقى في ود بينكم، يبقى الشخص ده بيحبك. بس ما تغلطيش، عشان لو غلطت كمان هتزعلي منه خالص وهيسيبك، فعلا حرفيا هيسيبك. لكن في نقطتين هنا: لو الشخص بيسيبك على اقل حاجه وانت عايزاه، او انت مياله ليه وبتجري وراه، ده هيذلك. صدقني والله انا بقول لك اهو، حرفيا هيذلك هيذلك هيذلك. هتقول انا بحبه وانا بعشقه وانا بس هو مش سائل فيا. هو على الاقل غلطه سابني، ولو رجعت له تاني والله برضه هيسيبك على الاقل غلطه. عشان تعرفي، لازم تعملي ليك كرامه، لازم تعملي ليك حاجه كده، سيكي في نفسك بزياده. الشخص اللي ما يحبكيش ويسيبك، سيبك منه. هو ده الاخر واحد في الدنيا، صدقيني والله مش اخر واحد في الدنيا. بس الراجل بقى اللي بيحب بجد بجد يعني، هيفضل معاكي، هيفضل دايما معاكي. عليكم السلام. ومش هيسيبك، مش على الاقل غلطه وخلاص. حتى لو غلطتي وهو بعد عنك شويه، هيبقى في تفاهم بالكلام، هيبقى في خد ودي بشكل ودي، صح ولا انا غلطان؟ لكن الشخص اللي عايز يقطع خالص هيذلك وهيقل من كرامتك جامد جامد جامد. احلى مسا عليكي.